ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وبه نستعين. احنا طبعا في العيد، كل سنه وانتم طيبين ويعود عليكم الايام بخير يا رب ويجعله عيد سعيد عليكم. انا ما صورتش معاكم اول يوم العيد عشان خاطر ما كنتش في البيت، انا كنت بتغدى بره. كل سنه وانتم طيبين. هتقولوا لي ما صورتيش ليه؟ اقول لكم في ناس بتتصور وفي ناس ايه ما بتحبش ولا الاكل ولا اي حاجه تتصور. المهم، كل سنه وانتم طيبين يا رب. دي كوبايه قهوه، فنجان قهوه ساده. ده طقم تومي وجولييت بتاع ماما الله يرحمها، الف رحمه ونور عليها يا رب. دي قهوه ساده ومعاها مكعبين شوكولاته، طبعا من شوكولاته العيد كده. مع القهوه بتبقى، بصوا مش قادره اقول لكم، تحفه. بصوا حتى القهوه طالع لي فيها ايه، يعني مش سايبيني في حالي. بصوا يعني القرف ورايا ورايا، شايفين؟ المشكله ان انا عارفاهم، يعني بيبقوا واضحين زي وضوح الشمس. الناس الوحشه اللي في حياتكم يعني بيبقوا ايه، باظين كده، طالعين واقعين، فاهمين؟ فبيبقوا باينين طبعا بالناس الوحشه اللي قريبي. ولا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ده الكحك اللي انا عملته معاكم، وقلت لكم ان الصور بتاعته اتمسحت وكنت زعلانه قوي الفيديوهات بتاعته. وده البسكوت اللي الفيديو بتاعه نزل، بصوا جماله. وده الكحك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عايزه اقول لكم ان انا اول سنه اعمل الكحك ده، ومش قادره اقول لكم على ريحته وعلى طعمه وعلى جماله. بصوا الكحكايه دايبه، بصوا دايبه، بصوا القلب بتاعها والله دايبه وسواها تحفه. وعملت كمان الغريبه، وبرده الفيديوهات بتاعتها اتمسحت، بس انا عشان حطاها فوق بعضها فهي ايه بقعت شويه كده من القعر بتاعها. وعايزه اقول لكم برده الغريبه في حته تاني خالص، ناعمه قوي، زبدتها كتير ما شاء الله. وده بقى ايه، ده المعمول، ده القرص. دي حاجه بقى كده اللهم بارك. بصوا بصوا بصوا، ما بتستحملش. شايفين؟ دي محشيه، محشيه. بس الحشو ايه، هحاول اجيبه لكم اهو. محشيه بندق، ومحشيه اللهم صل على النبي عجوه. وعندي كمان محشي ملبن ومحشي عين جمل. بس كده. فالنهارده بقى هفطر. ده الفطار بتاعي اللي هو كوبايه القهوه الساده مع الشوكولاته وطبق الكحك اللذيذ اللي بين ايديا، طبعا ده اللي يتاكل اكل. ده الفطار بتاعي. عايزاكم تصلوا على النبي كده، ولا حول ولا قوه. بصوا بصوا قاعدين لي ازاي، بصوا. طبعا اي حاجه في 60 داهيه. عايزه اقول لكم ان انا يعني ايه، ربنا فوق اي حاجه. وطبعا يعني ايه، دي الحاجات دي كلها تخاريف ماشي، بس ساعات بنقابل بيها. والحسد مذكور في القرآن، والعين مذكورة في القرآن، والنبر والقرف. حاجات النبر مش مذكور يعني، بس يعني انا بتكلمكم عامة. بس ايه، انا بقول فوق اي حاجة، فوق اي حاجة عامة ربنا فوق الكل يا حبايبي. خلاص كده هفطر بقى، وبعد ما افطر هقول لكم هنعمل اكل ايه مع بعض النهارده تاني يوم. فانا بفكر اعمل لازانيا واعمل بانيه، فهنشوف هنعمل ايه. هقول لكم مقادير الكحك بتاعتي. المقادير هي عبارة عن ايه؟ مقادير الكحك، انا حطيت على كل كيلو دقيق 600 جرام سمنة، مش نص كيلو، لا 600 جرام سمنة، يعني نص كيلو ومعلقتين حاجة زي كده. وبعد كده حطيت معلقة ريحة كحك، معلقة بيكنج باودر، معلقة خميرة، 3 معالق سمسم. انا بحب سمسمه حلو، ماما الله يرحمها كانت بتعملولي كده. وبعد كده طب احنا قلنا الخميرة ومعلقة بيكنج باودر، وبنبتدي احنا بنحط كمان معلقة خميرة كبيرة، معلقة بيكنج باودر بتبقى ممسوحة او صغيرة. عايزة اقول لكم كمان اول حاجة بنحط الحاجات اللي هي الباودر دي على العجينة ونقلبها، اللي هي الخميرة الفورية اللهم بارك. حاول اتخر لكم كده عشان ايه الاضاءة. الخميرة الفورية
بحطها على الدقيق هي والبيكنج باودر والسمسم وريحه الكحك، وكمان حطيت محلب، كمان حطيتي ايه محلب ورشه ملح صغير. وبجيب كوبايه على كل كيلو كحك، كوبايه ميه ومعلقتين سكر كبار، كوبايه ميه ومعلقتين سكر كبار. وبحط كمان حوالي كيس لبن بودر، عايزه تزودي اللبن البودر طبعا بيديه طعم حلو قوي فبراحتك. كيس لبن بودر مفيش فيه سايب، فبحط حوالي معلقتين لتلاتة لبن بودر كبار، ده كل ده على الكيلو. وببتدي بقى الخليط اللي هو اللي قلتلكوا الحاجات الناشفه او الحاجات البودر بحطها على الدقيق، وببتدي ايه اعجنها، مش اعجنها اقلبها. ومعايا كوبايه الميه بحط عليها السكر وبدوبهم على جنب. وبعدين بنزل بالسمنه بعد ما قلبت الحاجات البودر معاكم. بعد ما بنزل بالسمنه افضل بقى ابس بايديا، يعني ايه احط العجين والسمنه بين ايديا وافضل ايه ادعكهم كده بالراحه عشان يندمجوا مع بعض. وبعد ما بدعكهم مع بعض وخلاص بسيت العجينه كلها، ببتدي احط السكر والميه. وبعد ما احط السكر والميه ابتدي بقى افتح العجينه كده بايديا، افضل افتح كده العجينه بايديا. وبعد كده المها وبس، وبسيبها ترتاح من 10 دقايق لربع ساعه. وبعد كده بفضل اقرص فيها او اكور فيها واحط فيها الملبل بتاعي انا عجنيه بسمنه، العجوه بتاعتي انا عجنيها بسمنه. ببتدي اكور واحط وكذلك الامر. كده خلاص انا قلت لكم، كان نفسي بصراحه انزل لكم الفيديوهات كانت فيها شويه كوميديا كتير. يلا ما علينا بقى، السنه الجايه نحاول نعوضها. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي، ما تنسوش تعملوا لي اللايك والشير والاشتراك في القناه وتشيروا لي الفيديوهات بتاعتي وتستنوا مني كل جديد. يا رب يعود عليكم الايام بخير وعليا ويبارك لنا في عيالنا. بصوا